برج الجوزاء كمان من الابراج اللي كرامتها عندها ايه بجد ما اقولكش. يعني انت ممكن تكون ما عملتش حاجه بس هو اتضايق، هو كرامته وجعته. حتى لو حاجه انت مش واخد بالك، هو انا عملت لك ايه يا ابني؟ هو كده انت ضايقتني، فانت ضايقتني دي فيها رد فعل غير متوقع من الجوزاء، لمجرد ان هو حس حتى لو انت من غير قصدك قلت له كلمه ما عجبتوش، قلت له راي عكس رايه، عرضته مثلا قدام الناس. الجوزاء ما بيحبش حد يعارضه، يعني ما تغلطوش، ما تعرضوش قدام الناس. هو قال حاجه يبقى هو صح، هو ادرى، هو عارف هو بيعمل ايه. ما تجيش قدام الناس تقول له لا انت المعلومه دي غلط، او انت ايه اللي انت بتقوله، لا مش صح، الصح هو كذا كذا كذا. ممكن في لحظه هداوه بينك وبينه على جنب يسمع منك، لكن انك تقل منه او تحسسه ان كلامه ده في الهوا او ان هو غلط. برج الجوزاء اساسا ما بيغلطش، فانت بتقول له انت غلطان وقدام الناس، مش بينك وبين نفسه، بينك وبين نفسك. لا انت مجنون. اللي هو ازاي اساسا تغلطني؟ يعني بعيدا عن ان انا ما بغلطش، انت كمان بتغلطني قدام الناس. انك تقول له كلمه ما تعجبوش، انك تعارضه في حاجه، انك ما تنفذلوش اللي هو عايزه. عموما انك تيجي عليه او انك تقول له كلمه مش على هواه، الجوزاء هتلاقيه قفل منك، وقفل منك دي ما ادراك مما قفلت الجوزاء. هو مش شايفك بقى خلاص تاني. يعني انتوا ممكن كنتوا اعز حبايب، وتاني يوم هو ما يعرفكش انت مين، عادي جدا، لمجرد ان انت جرحته او جيت عليه او جيت على كبرياء، او جيت على كرامته، او قفلته منك. بمعنى اصح انت عملت تصرف قفله منك.